السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. كل سنة وحضراتكم طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم ان شاء الله. حمو بيكا تاني للمرة التانية. طبعا ده واحد يعني طالع يقول ان عمر كمال عمل له عمل ولابس الفالنة بالمشقلب. ايه يا جماعة؟ في ايه هو مفيش ربنا خالص كده بالنسبة لكم يعني؟ ايه يا حمو اللي انت بتقوله ده؟ صاحبك الروح بالروح عمر كمال طلعته ان هو بيعمل لك اعمال. انا مش بدافع برضو يا جماعة، احنا طالعين بس بنقول على اللي احنا بنشوفه من الناس دي. برضو قبل كده بيقول لك ما ده بخيل يعني وما بيدفعش لا، قبل كده عزمك وكان حتى الفيديو ده على اليوتيوب موجود، يعني عزمك وهو اللي دفع وكده. انتوا ليه بتطلعوا يعني تعملوا كده في بعض؟ ليه بتطلعوا تتكلموا على بعض كده؟ يعني ده انتوا عاملين صحاب قوي. برضو شيخ الحارة كالعادة خلاك ما بقيتش عارف تتكلم وبقيت خايف تروح البيت. انتوا بتخافوا يا حمو؟ يعني مش عارفه. صاحبك شاكوش واخد فيلا معرفش فين ومتجوز وفي التجمع، وانت برضو يعني هي قبل كده مراتك قطعت لك الانسيال، كانت واحدة جايبهولك. مرة تاني برضو اكتشفت ان كانوا معاك بنات في العربية. في ايه يا جماعة؟ انتوا ايه ده؟ برضو بتتكلم على يعني المذيعة بتسألك على الكباريهات، بتقولك يعني فلوسها حرام. هي معروفة فعلا، اللي بيشتغل في الأماكن دي حرام طبعا، لأن الأماكن ديت فيها خمور وفيها شرب وفيها. انت طالع بتقول ده أكل عيشي، ده شغلي. شغلك ازاي يعني طب ما هو ممكن تشتغل في حاجة تاني، في غني بس في أماكن تانية. انما الكباريهات دي معروفه، هو انتوا بتحللوا لنفسكم وبتحرموا لغيركم؟ يعني لا طبعا معروف الكباريهات شغلها وفلوسها طبعا حرام 100%. وبعدين يعني حكايه الاعمال دي بصراحه انا اتضايقت منك جدا، ان انت قلت على صاحبك عامل لك اعمال وسحر ايه الكلام الفاضي ده؟ ولابس الفالنه بالشقلوب ايه ده؟ هو ده لا يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى. ربنا في ايده كل شيء، في ايده ان هو يبطل السحر ده. سحر ايه ده بشويه قران هتقراهم خلاص بيفك اي حاجه. ان كان سحر، ان كان عمل، ان كان اي حاجة بتتفك طبعا بقراية القرآن. ولا محتاجة ان انت تروح لشيوخ، ولا محتاجة ان انت تمشوا في الاعمال والكلام ده. عايزة اقول يعني ربنا يهدي، ربنا يهدي بجد. احنا بندعي لكم بالهداية والله. اللي مزعلني منك جدا ان انت بتنكر الفلوس اللي انت بتاخدها دي. لا، محللها لنفسك. لا طبعا شغلك في الكباريهات. اسأل كده اي شيخ، حتى مش انت بتروح للشيوخ عشان يفكوا لك الاعمال والسحر والحاجات دي؟ طب ما تسأل شيخ في الموضوع دوت قول له ان كان الفلوس دي حلال ولا حرام. انا مش عايزه اطول برضه على حضراتكم والله، بس الناس دي بجد يعني بيطلعوا علينا بكلام اللي عايزين يقولوه بيقولوه، ومش هاممهم يعني ان كان في حلال حرام، بيحللوا على مزاجهم ويحرموا على مزاجهم. ربنا يهديك يا حمو ويهدينا جميعا يا رب. وكل سنة وحضراتكم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.